سيت فيديو بور فو. وعادي تاني الا كنت تسكن في الجزائر هذا الفيديو تاني ليك، باسكو درو كله الناس كي يدخلوا للجزائر في المطار اول حاجه راهم يديروها ابخي ما يشوفوا الباسبور تاعك راهم يحوسوا على الاسم تاعك في السوشيال ميديا باش يشوفوا اذا كنت مرتبط باي صفحات عندها علاقه بالمغرب، انتقاد النظام، دعم كاش دولة ما تعجبناش كما الإمارات. وإذا كان هذا هو الحال فسوف يتم التحقيق معك ويمكن تلقى روحك تفوت في لي فاكونس تاعك في الحبس. هذه حقيقة، ماشي 1000 ولا 2000 اللي قالوها. كاع اللي يهودوا الجزائر سيغتو اللي يهودوا من فرنسا إلى الجزائر هذا العام كاع صرا لهم نفس الموقف. الموظف في المطار يفيريفي قدامهم كاين اللي شافوها بعينيهم، يفيريفي السوشيال ميديا شراهم يهضروا وشراهم يديروا. الوغ حرزوا رواحكم، ما ديروش دي كونط بالاسماء تاعكم ولا بلي فوتو تاعكم، وهما تاني عندهم سيستم باش يعرفوا يفتشوا ويلقوكم ارمى عينك. ولا كان راك في الجزائر ممكن يصرى لك نفس الشيء اللي صرا اليوم لأنستينا. أنستينا اليوم في هذا المساء رفدوه قوات الامن وراه في الحبس. علاش دار السيد؟ خوان دخل دروغ كاش ما دار مصيبه؟ لا، السيد اللي هو مؤثر وغنى ومثل وضحك ودار محتوى وكان زعما يرفد للنظام ويشكم للنظام. دار فيديو اخيرا كي وصلت له هنا، دار فيديو قال لهم رساله موجهه الى التلفزيون الجزائري وهضر لهم علاش راكم ديروا لنا تحقيقات ودي فيديو واخبار على المغرب، وعلاه ما تركزوناش على الوضع تاعنا حنا في الجزائر، باسكو ها واش رانا عايشين وها واش رانا عايشين. شوفوا مقطع من الفيديو تاعه باش تفهموا الرساله اللي وصلها الى الجزائريين. تونا بالاخبار تاع الجيران باللي بلد الجيران راهو في حاله واحتجاجات وغير الاخبار عليهم برك. انا اولا كمواطن تقدم لي المعلومه نهضر واقعه. انا شخصيا لا تهمني اخبارهم كامل. لو كانوا موا مثلا راكم تقدموا الواقع تاعنا تاع الصح معليش، قال صحافه يهضروا منا وزيدوا نهضروا عليهم. ولكن الحقيقه انه الاخبار التي تهمني انا كمواطن ولا غير ماشي عندهم فيضانات ولا، انا تهمني لو كان تحكي لي الواقع تاعي، باسكو الواقع تاعنا تاع الصح ولا غير ما كنت هضره. كما راكم تشوفوا الفيديو ما سب ما طيح ما كذب ما قال حاجه ما كاينش، هضر لهم على الواقع، هضر لهم على المشاكل تاع البنوات، الدواء، الغلا، حوايج اللي كاع الجزائريين وكاع الجزائر في كل الاماكن تاعها يعرفوهم، وما قالش حاجه جديده. اللي معروف في الزنقه في الشارع قاله هو في فيديو صاي، بصح رفدوه مسكين باسكو قال لهم علاه تهضروا لنا على المغرب، علاه كي تصب عندهم نو ولا يضرب عندهم رعد ولا ناس كاش ما يديروا تهضروا لنا عليهم. احنا واش دخلنا؟ غادي نبدلوا لهم الاوضاع؟ انتم راكم تحكموا في المغرب ما راش عاجبكم، قولوا لنا علاه ما تركزوش معنا احنا الشعب وعلى الاوضاع تاعنا. هذا هو السبب. اما الصوالح الاخرين اللي هدرهم فصدقوني والله ما على بالهم به، ما على بالهمش به. يشتكي من الغلا من الطبه من المستشفيات يطير ينزل، ما على بالهمش به. تلعب لهم في المنطقه تاع علاه راكم طايحين على المغرب يجوا يرفدوك. حرام رفدوه، حرام رفدوه مسكين. بورتو ما دار والو، انا ما نعرفه السيد، ما يعرفني، ما تعاملت معاه، ما هضرت معاه، ما علقت عنده، ما غيان. حال اللايف اليوم تجا واحد كتب لي تعليق قال لي انيستينا رفدوه. اتمنى ان يكون الخبر اشاعه، اتمنى انه الخبر ماشي صحيح، باسكو لا كان رفدوه سي غراف. راكم سجلتوا اهداف بزاف ضد رواحكم يا ايها النظام المختل. راكم تعطوا واحد النظره والحقيقه سوداويه تماما عليكم نتوما بروحكم، راكم تضربوا في رواحكم. هذا مؤثر، ما دار والو السيد. وشنو لعب لكم في النقطه الحساسه تاعكم المغرب؟ ما نجمتوهاش، باسكو راه في الجزائر وكرا في فرنسا الله غالب. بصراحه في الجزائر اللي نقضبوه نأدبوه نربوه ويخرج الخبر وتخرج الهضره باش الناس يخافوا ويبلعوا فمهم. كي نهضروا لكم على المغرب صفقوا وقولنا وي، هذاك هو الموضوع اللي احنا نبغوه. ما نهضروا لكم لا على بالعباس لا على تيسمسيلات لا على معسكر لا على القبائل لا على والو. المغرب برك صاي تافي هذه والشعب فاقلكم، تافي هذه والشعب راه تم ديجا. الجزائريين راهم في المغرب راهم شافوها وعرفوها
وشافوا بلي سبحان الله المغرب طيح عندهم الشتاء كيما حنا، يعني ماء كيما في الجزائر، وعادي ممكن يعني شارع يتبلع. حنا عندنا في الجزائر ممكن المدن تتبلع، بصح لقاو بلي كاين ناس واحد اخرين نتوما ما كنتوش تهضروا عليهم، بلادهم شابه مقيومه، عايشين خير منا، الامكانيات عندهم احسن، الصالح تاعهم يقدهم. احنا والو والو، كاع العام وانتم تثيروا عليهم بالاخبار تاعكم، كاع العام، كل يوم كل يوم كل يوم في كل لي بلاتفورم تاعكم. ومازال هادو الصحفيين والاعلاميين، انا ديجا تواصلوا معايا ناس يخدموا